سيادنا السلام عليكم. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على ارتفاع ديال الاسعار ديال العقارات بالمغرب. كانت ديجا كشفات المعطيات الصادره على بنك المغرب والوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه والمسح العقاري والخرائطيه على التسجيل ديال زياده في مؤشر اسعار الاصول العقاريه بنسبه ديال 0.6%. ضمن التفاصيل اللي وردات في التقرير ديالهم حول السوق ديال العقارات افادوا على ان الزياده في المؤشر كتغطي ارتفاعا اولا في الاسعار ديال البقع الارضيه بالنسبه ديال 1.5%، اي بالنسبه للبقع الارضيه تزاد الثمن ديالهم مقارنه مع السنوات اللي كانت قبل. وهاد الزياده في الاسعار كاينه حتى في الممتلكات المعده للاستعمال المهني، والنسبه ديال هاد الزياده في السعر ديال الممتلكات المعده للاستعمال المهني هي 1.8%، بينما اشاروا الى حاله ديال الركود في الاسعار ديال العقارات السكنيه، يعني ما كانش واحد الارتفاع اللي هو زايد، تقريبا عادي مقارنه مع السنه الماضيه. ووفقا لنفس المصادر اللي قلت في الفيديو في الاول، تقال على انه كان ارتفاع في عدد المبيعات العقاريه بواحد النسبه ديال 5.1%. هذا الشيء في المبيعات العقاريه كما قلت لكم، وهذا الشيء في سنه 2023، ومع واحد الزيادات ملحوظه في المبيعات العقاريه السكنيه اي الشقق والمنازل وغيرهم. هادو بالنسبه للزياده ديالهم يعني في المبيعات كانت 6.3%. وكنلقاو العقارات المعده للاستعمال المهني بالنسبه للنسبه ديال هاد العقارات المعده للاستعمال المهني هي 5.8%، الى جانب واحد الزياده اللي هي طفيفه في البقع الارضيه بنسبه 0.3%. هذا الشيء بالنسبه للمبيعات. اما بالنسبه للاسعار ديال العقارات السكنيه مثلا فشهدت واحد الزياده بنسبه ديال 0.6% نتيجه للارتفاع ديال اسعار الشقق بالنسبه ديال 0.8%، اي لي زابارتمون الشقق تزاد فيهم واحد النسبه ديال 0.8 في الاسعار ديالهم. اما بالنسبه للمنازل او الاسعار ديال المنازل فالنسبه ديالهم تزادت تقريبا 1%، في حين شهدت الاسعار ديال الفيلات واحد الانخفاض بالنسبه ديال 2.1%. الشقق هما اللي كانت فيهم واحد الزياده طفيفه ديال 0.0%، وبالنسبه للفيلات كانت واحد النسبه انخفاض، يعني نقصات شويه الاسمنه ديال الفيلات في المغرب. على الصعيد ديال المعاملات العقاريه فتم تسجيل انخفاض بالنسبه ديال 4.8%، ما كيعكس واحد انخفاض بالنسبه ديال 4.3% في المعاملات المتعلقه بالشقق، و10.7% بالنسبه للديور او المنازل، و11.9% بالنسبه للفيلات. بالنسبه للاسعار ديال العقارات المعده للاستعمال المهني فواجهت هذه الاسعار انخفاض بالنسبه ديال 0.4%، مع تراجع كبير في الاسعار ديال المكاتب او لي بيرو بالنسبه للنسبه ديالهم ديال التراجع هي واحد 3.6%. وكاين واحد الزياده طفيفه في الاسعار ديال المحلات التجاريه بنسبه ديال 0.4%. وعلى جانب المعاملات فكاين هناك زياده بالنسبه ديال 1% اللي كتعكس بشكل خاص ارتفاع في المبيعات ديال المكاتب بنسبه 14% او 14.2 بالضبط، وانخفاض في المبيعات ديال المحلات التجاريه بنسبه 1.3%. نذكروا في هذا الفيديو الاسعار ديال العقارات في بعض المدن. بالنسبه فيما كيتعلق بالاسعار ديال العقارات في الدار البيضاء فتم الملاحظه ديال حاله من الثبات، يعني الثمن بقى هو ما زاد ما نقص، شي حاجه خفيفه وصافي. هادشي بالنسبه للدار البيضاء، يعني السعر او العقار في المدينه ديال الدار البيضاء بقى ثابت، ما طلع ما هبط، الا شي حاجه قليله وصافي. اما بالنسبه للاسعار ديال العقارات في المدينه ديال الرباط فشهد واحد الانخفاض طفيف شويه، النسبه ديالو هي 1.2%. هذا هو الانخفاض ديال في المدينه ديال الرباط بالنسبه للاسعار ديال العقارات. اما بالنسبه لمراكش وطنجه فشهدوا واحد الارتفاع في الاسعار بالنسبه ديال 1.4% تقريبا. في الاخر ديال سنه 2023 ظهر المؤشر ديال اسعار الاصول حاله من الثبات الفصلي، متضمن واحد الزياده بالنسبه ديال 0.3% في الاسعار ديال البقع الارضيه، واستقرار في الاسعار ديال العقارات السكنيه اي الشقق، مع تراجع بالنسبه ديال 2.5% في الاسعار ديال العقارات المعده للاستعمال المهني. من جانب اخر وصل رقم المعاملات للارتفاع بالنسبه ديال 2%، مما كيدل على الزياده الكبيره بالنسبه ديال 13.2% للبقع الارضيه و8.6% بالنسبه للعقارات المعده للاستعمال المهني. بينما سجلت العقارات السكنيه انخفاض بالنسبه ديال 1.4%. هذا الشيء قلت لكم في سنه 2023 في الاشهر الاخيره. هنا كيتبين لنا على ان بزاف ديال الاشخاص كانوا كيتسناو دخل سنه 2024 باش يستافدوا من الدعم ديال السكن. كنلقاو الاسئله الشائعه، وكيف ما ذكرت في الكلام ديالي الاخير في هذا الفيديو، مثلا شنو اللي اثر
على السوق ديال العقارات في المغرب في سنة 2023؟ هذا سؤال كيتطرح. بالنسبة للسوق ديال العقارات شهد زيادة في أسعار البقع الأرضية والعقارات المعدة للاستعمال المهني، والتراجع كان في بعض القطاعات ديال العقارات السكنية. كيفاش تأثرت هذه الأسعار ديال العقارات في الربع الأخير من العام اللي فات، أي في سنة 2023؟ في الاخر ديال سنه 2023 سجلت الاسعار واحد الركود مع ارتفاع طفيف في الاسعار ديال البقع الارضيه وانخفاض في الاستعمال المهني. اي بالنسبه للبقع الارضيه هما اللي كان عليهم واحد الطلب مقارنه مع الشقق ومع مثلا الاستعمال المهني. سؤال اخر، شكون هما المدن المغربيه اللي شهدت تغيرات كبيره في الاسعار ديال العقارات؟ وهذا الشيء راه ذكرته في الفيديو. بالنسبه للمدن المغربيه اللي شهدت ارتفاع في الاسعار في العقارات هي مراكش وطنجه كيف ما قلت لكم، بينما شهدت الدار البيضاء استقرار والرباط واحد الانخفاض طفيف في الاسعار. سؤال اخر، واش تغيرات العدد او تغير العدد ديال المبيعات العقاريه في السنه ديال 2023؟ طبيعة الحال شهدت العدد ديال المبيعات ارتفاع عام بنسبة ديال 5.1% خلال السنة 2023. خلاصة الأمر، بالنسبة للأسعار ديال الأصول العقارية ارتفع بنسبة 0.6%. بالنسبة للأسعار ديال البقع الأرضية ارتفع بنسبة ديال 1.5%. بالنسبة للأسعار ديال الممتلكات المعدة للاستعمال المهني ارتفعت بنسبة ديال 1.8%. أما بالنسبة لعدد المبيعات كما قلت لكم في الفيديو، المجموع ديالو فهادو كاملين اللي جمعنا كتجي 5.1% في سنة 2023 اللي كان النسبة ديال الارتفاع في العقار في المغرب. إذا سيادنا في الفيديو تكلمنا على الارتفاع ديال أسعار العقارات في بلادنا المغرب والمدن اللي هما تزاد فيهم السعر ديال العقار عندهم. فنتمنى يكون الفيديو سيادنا نال اعجابكم، وان شاء الله القناه ديالنا نتكلموا فيها على كل ما يخص العقار في بلادنا المغرب. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.